حبايبي حبايب طمطومة، شفتوا الجمال ده؟ الجمال ده كله هنعمله النهاردة بربع فرخة. ربع فرخة يعني ايه؟ يعني ورك او نص صدر. شفتوا الوليمة دي كلها؟ هنعملها النهاردة بربع فرخة. لو عايزة تعرفي الطريقة كملي الفيديو وخليكي معايا. طعم حبايبي حبايب وريحة. طمطومة مع وصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم وتكون رضاكم. وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت هتدينا نتيجة حلوة وموفرة. فإن شاء الله إحنا هنعمل النهاردة كفتة فراخ أو كبيبة. المهم محشية بالفراخ المعصجة بالمفروم. هتعجبكم جدا إن شاء الله، وهتجربوها وهتقولوا لي في الكومنتات. في الأول بحب أشكر كل الناس اللي بتشترك عندي، ويا رب إن شاء الله وصفاتي تكون نايلة رضاكم، وألف ألف شكر لكم يا حبايبي. ويلا بقى بينا على مقاديرنا لوصفتنا النهاردة. اول حاجه يا حبايبي دي مقادير العصاج. ده ربع كيلو مفروم لفراخ، سواء بقى صدر سواء ورك اي حاجه، هو ربع كيلو. يعني زي ربع فرخه. طبعا الوصفه دي تعتبر وصفه عشان ايامنا اللي احنا فيها دلوقتي دي موفره. وهنعوز كمان فصين توم. هنعوز دي نص فلفلايه حمراء مع فلفلايه خضراء رومي، وممكن براحتك لو حطيتي فلفل حامي. دول طماطمتين متقطعين، وهنا دي بصلايه كبيره متقطعه، وكام عود كده بقدونس. وهنعوز طبعا توابل، هنا مش هنكتر توابل. نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه سبع بهارات، نص معلقه كمون، وقطعه من مرقه المرقه اللي انا عاملاها. ويا جماعه المرقه دي اللي عايز يعملها قدامكم جميله جدا وطعمها حلو قوي. بس مثلا لو حد ما عندوش كرفس، يبقى بديل الكرفس كرفس ناشف مش بذور، ورق لو فيه. مفيش كرفس خالص يعملها بالخضره بس، علشان ما يغيرش طعم المرقه، لان البذور ما تنفعش خالص في النوع ده، ما ينفعش نحط بذور. تمام. هنروح بقى على البوتاجاز عشان نعصج الفراخ بتاعتنا. يلا بينا عشان نكمل وصفتنا. طبعا هنا حبايبي حطيت صينيه على البوتاجاز، وهحط قطعه من السمنه. طبعا زي ما قلت لكم انا ما بستخدمش سمنه اللي هي المهدرجه دي خالص، ارجوكم ابعدوا عنها من اخطارها. ده انا بستخدم دي دهنه، وبضيف لها زيت بعد ما اقدحها وتبرد، بحط عليها الزيت وبستخدمها لكل الاكل. تحفه ومرمله وجميله جدا. انا كده حطيت معلقه السمنه بتاعتي. هنزل بقى بالبصل. وما بتدهننش يا جماعه في البق ولا في الاكل ولا اي حاجه، عشان بضيف لها الزيت. هتجيبي مثلا نص كيلو دهن من عند الجزار، وهتجيبي معاها نص ازازه زيت، بس زيت عباد. تفرمي الدهن دوت في الكبه عشان ما يبقاش فيه رواسب، وتسيحيه. واول ما يسيح كله ويبرد وتطفي عليه وتسيبيه يبرد. وبعد كده ما يبرد خالص هتضيفي عليه نص ازازه الزيت، وبعدين تسيبيه، هيبقى سمنه في منتهى الجمال وهتعمل طعم وريحه للاكل تحفه. بعد كده ما شمينا ريحه البصل هننزل بالثوم. هنشوح برده ثوم كده مع البصله، وبعدين ننزل بالفلفل. كده حطينا حبايبي الطماطم كمان اهو، وحطينا التوابل بتاعتنا وقطعه المرقه اهي. وهنسيبها بقى نغطي عليها، وهنسيبها لما الطماطم تنزل بقى ميتها والفراخ العصاج تشرب منها وتتسبك معاها. هنغطي عليها وهنروح دلوقتي نعمل ايه؟ هنروح نعمل العجينه اللي هنحشي بيها الحشوه بتاعتنا دي. يلا بينا. في حله كده حبايبي على النار حطينا دي كوبايه رز، ودي كوبايه اهي كمان، يبقى دول كوبايتين رز. وهنحط معاهم بطاطسايه كده متوسطه متقطعه مكعبات. وهنحط معاهم كمان توابل بتاعه كاري او بتاعه الرز البرياني، ممكن كاري او كركم عادي. وبعدين هنحط، طبعا احنا حاطين على النار ميه. انا عايزه احط ميه بحيث اني الرز بتاعي ده عايزه اسلقه والبطاطس تستوي، فهحط كده هغطي بالميه
وهنحط كمان شويه ملح. هنقلب بقى، هنسيبها بقى لغايه اما الرز يستوي يتسلق والبطاطس تستوي، ونرجع نكمل الوصفه بتاعتنا تاني. عقبال ما تتسلق وتستوي والفراخ تتعصق، انزلوا اعملوا لي لايك وكومنت صغير منكم، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس، وجزاكم الله كل خير. هسيبها بقى ونرجع تاني. كده حبايبي خلاص اهو البطاطس استوت والرز استوى. هنطفي عليه وهروح اصفيه وارجع لكم تاني. طبعا هنا حبايبي اهو عصاج الفراخ خلاص، شوفوا شرب الميه كلها. طبعا انا كنت حطيت الفراخ بعد ما حطيت الفلفل، بس علشان الفيديو قطع في الحته دي. وبعدين حطيت الطماطم وسبتها تتعصج كده خلاص. هنحط بقى البقدونس اهو، تقليبه واحده كده، وهنطفي بقى ايه البوتاجاز وهنسيبها تبرد اما نيجي نحشي بيها الكفته بتاعتنا او الكوبيبه بتاعتنا. طبعا يا حبايبي الرز اهو والبطاطس بتاعنا بعد ما صفيته، طبعا يا اما ان انت بايدك وهتهرسيه عشان يبقى عجينه، يا اما هتضربيه في الكبه. فانا هسيبه يبرد شويه وبعدين هضربه في الكبه وارجع لكم تاني. طبعا هنحط لها شويه ملح كمان، وهنحط لها حبه فلفل اسمر، وهنحط لها حبه 7 بهارات كده برضو حبه رشه، وهنقلبها. هنضيف لها حبه زيت صغيرين كده، هقلبها بقى بايدي. ده تمام. هجيب بقى حاجه فيها ميه عشان وانا بصبعها ما تلزقش في ايدي. هبل ايدي كده، بل ايدك كده من الميه، وهتاخدي القطعه كده هتعمليها كده بالشكل ده اهو. وهنحط عصاج الفراخ كده بالشكل ده، وهنبتدي نقفل عليها. هتبلي ايدك بالشكل ده في الميه، هتاخدي قطعه الرز كده بالشكل ده، طبعا هتعمليها بالشكل ده ماشي. هتجيبي العصاج بتاعك هتحطيه في النص كده، تبتدي تقفلي عليها بالشكل ده اهي بالشكل ده، وهنركنها تاني. هنجيب القطعه كده هنبتدي نعملها كده، وهنجيب العصاج هنحطه كده في النص، ونبتدي نقفلها بالشكل ده اهي بالشكل ده. هكمل بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. طبعا حبايبي اهي بعد ما خلصتها، طبعا تدهنوا الصينيه اللي انتوا هترصوا عليها زيت عشان ما تلزقش، وممكن ان انتوا تدهنوا ايديكم يا اما بالميه يا اما بالزيت وتعملوها عادي. وبعد كده بقى هنروح ايه على هنطلع بقى حاجه علشان نحمر الكوبيبه بتاعتنا دي. وبصوا حبايبي فضل قد ايه ده. هعمل بقى المكرونه واحطها على وشها. حاولي طبعا ان انت وانت بتحطيها ما تحطيش كميه كبيره في الطاسه اللي بتقلي فيها، عشان احنا عايزينها ما تلزقش في بعضها وتبقى بعيد كده عن بعضها. يعني حاولي ان انت تخليها بعيده عن بعضها، وما تقلبيهاش الا لما تحمر. خليها كده بعيده عن بعضها على قد ما تقدري بالشكل ده، وما تحاوليش ان انت تقلبيها خالص الا لما تحمر. لما تلاقيها احمرت تبتدي قلبيها اهو. لما بتحطي قليل ما بيلزقش في بعضه، وبتستني لما يحمر كده وتقلبي بيتقلب معاكي اهو بكل سهوله اهو. بالشكل ده شوفوا طالع عامل ازاي تحفه. هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني.
اما حبايبي بقيه العصاج الفراخ اللي انا قلت لكم هحطه على المكرونه، قلت يا بنت ما تعمليش مكرونه بقى ولا ايه وجع دماغ. زودت عليه بصلايه وقرن فلفل الوان احمر، وممكن تزودي اخضر عادي يعني. وهجيب العيش الحلو البلدي بتاعنا ده بقى، وهعملهم بقى ايه، هعملهم حواوشي اهو. افتحي بقى العيش كده، وابتدي اخد بقى من الخليط بتاعي. اهو بالشكل كده اهو. اهو هاخد الرغيف بتاعي التاني، افتحه كده. على الاقل العيش بقى لسه ارخص من المكرونه. هبتدي اخد من خليط الحواوشي بتاعي بالشكل ده وافرده اهو بالشكل ده. باقي الخليط اللي عندي عمل لي 3 ترغيفه حواوشي اهو زي الفل ومليانين في نفس الصينيه اللي انا كنت عامله فيها عصاج الفراخ. هحطها على البوتاجاز، تظهر على البوتاجاز، واحط فيها قطعه سمنه من اللي انا قلت لكم عليها اللي انا بعملها. طبعا الدهن هنا مع الزيت بيعمل طعم تحفه. وبصوا يا جماعه الزيت اهو في الطاسه اهو زي ما هو، عشان ما تقولوش ان هي شربت زيت كتير، اهو زي ما هو اهو. انتوا شفتوني اول الفيديو وانا بحطه. طبعا انا حطيت اهو قطعه السمنه، وهبتدي احط عليها رغيف الحواوشي بالشكل ده اهو. هتقلبيه على طول عشان ياخد سمنه من اللي اتحطت في الوش التاني، وبعدين هنسيبه لما يتحمر من على الوجهين، ونكمل بقيه الرغيفين اللي فاضلين. طبعا انت بتهدي النار على الحواوشي علشان ما يتحرقش، وعلشان البصل والفلفل اللي احنا حطيناه يستوي، فانا مهديه النار. شلته بقى. انا دلوقتي هحط قطعه دهن تاني صغيره، مازال طبعا مهديين النار. وهجيب الرغيف التاني وهحطه. احنا خلاص كده يا حبايبي خلصنا. ايه رايكم؟ بصوا يعني الوليمه اللي اتعملت بربع فرخه، يا اما صدر يا اما ربع حتى يا اما ورك، حاجه جميله جدا. الحواوشي تحفه والكفته تحفه. يا رب اللي لسه معايا في الفيديو يا ريت ما ينسانيش باللايك والشير. وطبعا نفتح واحده كده، شوفوا القرمشه بتاعتها، بصوا بصوا عامله ازاي من جوه، تحفه طبعا وبتقرمش. جميله جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات طمطومه. مع السلامه.